السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. عاملين ايه في السقعة، في الجو الساقع قوي ده؟ اتفضلوا معايا سحلب. الجو ده فعلا محتاج مشروبات دافية، محتاج حاجات تدفينا علشان خاطر السقعة اللي احنا فيها دي، يعني جسمنا يدفى وكده، لان الجو بصراحة صعب عندنا في مصر. هنا امطار ويعني مطر وهوا جامد وغيوم وكل حاجة، يعني مش عايزة اقول لكم الحمد لله. ف يعني ايه، ادعوا لنا كده ربنا يعدل الجو ان شاء الله، وربنا ييسر لنا امورنا يا رب جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. احنا في الفيديو اللي فات قلنا ان احنا هناخد سلسلة النظافة، ان احنا النظافة اللي هي قبل رمضان دي هنبدأ فيها من دلوقتي، لان طبعا انا مش عايزة ان انا احمل نفسي فوق طاقتها، بجانب الروتين اليومي بتاعي او بجانب اليوم بتاعي. نحاول ان احنا كل يوم نعمل شغلة. بس قبل ما ابدأ الفيديو عايزة منكم لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، واتمنى ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتنور رضاكم. ولو ليكوا اي موضوع تاني انا بتكلم فيه عايزيني اتكلم فيه غير اللي انا بتكلم فيه، يا ريت تكتبولي في التعليقات. طبعا بعد المطره اللي حصلت عندنا امبارح احنا كده كده اساسا ما بنبطلش ترويق، وما بنبطلش نظافه، وما بنبطلش شيلان وكنس ومسح وغسل، وما بنبطلش الحمد لله. ربنا يا رب يدينا الصحه ويديمها نعمه علينا. فانا عايزه اقول لكم ان بالنسبه للمطر وللبهدله اللي حصلت امبارح دي، اساسا لازم تصحي الصبح كده او النهارده او بكره بالكتير، النهارده الخميس او بكره الجمعه، تكوني ماسحه شقتك ومنظفه. وبصوا مش عايزه اقول لكم هتعملوا ايه. فانا اول حاجه هعملها ان شاء الله، انا عندي كام حافظه كده فرشاهم هشيلهم اغسلهم، لان بصراحه المطره والدخول والخروج بهدلوا لي الحافظات، فانا هشيلهم اغسلهم. دي اول حاجه. تاني حاجه همسك هتبقى نظافة شاملة ان شاء الله. بعد المطرة دي لازم ننظف البيت نظافة شاملة. احنا كده كده ما بنبطلش عمايل اكل، وما بنبطلش غسيل مواعين، عشان خاطر اقول لكم اغسلوا المواعين واعملوا اكل، ده اصلا الطبيعي بتاع يومنا. طبعا كل ستات البيوت ربنا يعينها ويقويها على حالها يا رب، ويصلح لها حالها يعني وتقدر تخلص شغل بيتها، لان شغل البيت فعلا متعب. بس وانتوا معايا ان شاء الله، مش تركني بقى وتقولي ايه ده الجو بقى ساقعه ومش عارفه ايه، لا. يومين الساقعه دول، هو النهارده الحمد لله الجو احسن من امبارح واول كتير، بقاله 3 ايام بجد. الجو كان صعب جدا وكان شديد، كان برد جامد. فاحنا هنبدأ اول حاجة زي ما انا قلت لكم، هتشيلوا الحفاظات. طبعا لو انتوا مش يعني الملايات او الدفايات مش مفروشة، هنبدأ نفرش الدفايات على السراير، لان الجو صعب فعلا. فهنبدأ نفرش الدفايات على السراير، لان انا كنت لسه فرشة الدفايات قريب. انا يعني فرشت الدفايات قبل الجو الصعب ده بيوم واحد بس، لان احنا يعني كان عندنا الجو دافي شوية لغايه ما المطر والسقعه والهوا دول جم. فابتدينا بقى ان احنا ايه نفرش الدفايات على السراير وكده. طبعا عشان خاطر بالليل الجو بيبقى ساقع جدا على فكره، مش عارفه ايه البرد دوت جالنا مره واحده كده. الشتاء داخل علينا دخله جميله السنه دي في مصر، ربنا يا رب يحمينا ويحمي اولادنا ويحفظنا من كل مكروه ومن كل سوء. طبعا لو في غسيل هتنشريه وتظبطي دنيتك. هتخلصي الغسيل الاول، وعلى طول بقى تقفي يعني كل شويه من وقت للتاني تنشري وتحطي مشمع، يا اما لو مش هتحطي مشمع من كل وقت للتاني هتبصي، تفتحي الشباك وتبصي بصه، تشوفي الدنيا عامله ايه عندك. تمام الدنيا شمسة والدنيا تمام، هتدنك سايبه طبعا الغسيل لغايه ما ينشف. طبعا الحفاظات اللي انا قلت لكم هنشيلها ونغسلها. تمام. بعد كده بقى هنشيل بقى وهنمسح
هتقولوا لي الدنيا ساقعة بقى وكده، اقول لكم لا، لازم ان احنا ننظف نظافة كويسة، علشان خاطر بعد المطرة بجد بتسيب اثر وحش جدا. هنمسح السلم، هنمسح الشقة، بس طبعا قبل ما هتشيلي وهتمسحي هتكنسي. هتكنسي الاول السلم، وبعد كده هتمسحيه ان شاء الله حتى بالشرشوبة. لو انت مش قادرة تمسحيه كده بالجردل، هتجيبي الشرشوبة كده وتمسحيه كده، لان السلم بجد اكتر حاجة اتبهدلت عندنا السلالم، وطبعا السلم بيبهدل الشقة. فاحنا اول حاجة هنعملها بمشيئة الرحمن الرحيم ان احنا هنكنس السلم الاول ونمسحه. بعد كده طبعا هنغسل الحفاظات زي ما انا قلت برضو. هنكنس الارضيه بقى ونجيب الجردل بالشرشوبه. والله لو انت مش قادره تعملي الشقه كلها مره واحده، هتعمليها اوضه اوضه، تمام؟ يعني بصوا، بس انا احب بصراحه في الشتاء بالذات ان انا اعمل مره واحده، تمام؟ لان مش كل يوم انت هتعكعكي ميه، ومش كل يوم هتسقعي نفسك، لا، انا عايزاكي تشتغلي الشغل بتاعك مره واحده. في الشتاء بالذات الشغل يكون مره واحده. في الصيف كده كده مهما شلتي ومهما مسحتي كل يوم كده كده الجو دافي. انما في الشتاء انت هتعكعكي مره وخلاص، وبعد كده تفرشي وتنضفي حاجتك وتبقى حاجتك زي الفل، خلاص، وهو يومه هيعدي وهتخلصي حاجتك. طبعا احنا قايلين لو انت عندك بقى طبق بانيه متبل في التلاجة، عندك مثلا هتعملي اكل خفيف، مثلا بطاطس وبيض وكده، حاجات خفيفة خالص، مثلا مكرونة وبيض، حاجات خفيفة كده، بحيث ان انت تروقي شقتك، وبحيث ان انت تفضي، وبحيث ان انت تبقي فاضية، وبحيث ان انت ما تتعبيش نفسك، يبقى كفاية عليكي ترويق الشقة، خلاص. مع طبعا مساعدة ولادنا، لازم لو انت عندك بنت مثلا، يعني البنات انا برجح ان انت تخليهم يساعدوكي مثلا من وهما مثلا في 5 ابتدائي، في 6 ابتدائي، خلاص. حتى والله لو في رابعه ابتدائي مثلا، تقولي لها مثلا قومي شيلي الحاجه دي، ناوليني كذا، هاتيلي كذا، تعوديها ان انت ان هي تساعدك من صغرها، لان دوت بينطبع بعد كده على البنت لما بتكبر. يعني البنات لما بتكبر وانت ما بتطلبيش منها مساعده وهي صغيره، انت لما بتيجي تكبري ونفسك حد يساعدك، صدقيني ما بتلاقيش حد يساعدك. فانا بنصح كل ام ان هي تخلي بنتها تشاركها في ترويق البيت، وفي مثلا تقولي لها مثلا تناولي طبقي الغسيل، حاجات انا مش عايزاكي مثلا تجهديها، او مش عايزاكي ان انت تخليها مثلا تشتغل فوق طاقتها، بس لازم تعوديها ان هي تساعدك في مثلا ناوليني حاجه من التلاجة، حطي الهدوم، طبقي الهدوم وحطيها في الدواليب، روقي السراير. يعني الحاجات السهلة البسيطة اللي مش متعبة، وفي نفس الوقت هتساعدك، وفي نفس الوقت البنت مش هتتعب من المجهود الشغل ده. حتى لو مثلا كنست لك مثلا الصالة، مثلا بعد ما انت تشيلي السجاد، اكنسي لي مثلا البلاط مثلا، ومثلا اكنسي البلاط مثلا بدالي، انت فاهمه، وانت تجيبي وتمسحي. فكل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي حاجات ما تخليش ولادنا يتعبوا، وفي نفس الوقت ان انت بتعلميها التعاون، لان بعد كده البنات لما بتيجي بعد كده فيما بعد تطلبي منهم طلب لما بيكبروا بعد سن الابتدائي، ومثلا لو دخلت الاعدادي وجيتي طلبتي منها، البنات بتتنمرض. فانت من الاول علشان خاطر ما تتعبيش نفسك مع بناتك، وما تتعبيش نفسك ان هم مثلا يساعدوكي، ان انت تطلبي منهم المساعده على الاقل، حتى لو شافوكي وانت تعبانه يتحركوا ويساعدوكي. مثلا ناوليني مثلا، اعملي لي مثلا كوبايه شاي بليمون، ناوليني مثلا الدواء، مش عارفه ايه. تحاولي ان انتي تخليهم يخلوا بالهم منك، علشان خاطر يتعودوا على كده، علشان خاطر احنا بنسمع كلام بصراحة صعب في الزمن اللي احنا فيه دوت، اللي بيسيبوا ابهاتهم وامهاتهم من غير ما يساعدوهم، من غير ما يبصوا عليهم، من غير ما يروحوا لهم حتى.
طبعا الدنيا عادت، ربنا يا رب ما يكتبها علينا ابدا، ونول بر اولادنا عند الكبر، اللهم امين يا رب العالمين، يا رب نول بر اولادنا عند الكبر، اللهم امين يا رب. وما يكتبش علينا ابدا اي حاجه وحشه. وشكرا لكل واحد بيسمع الفيديو، وشكرا لكل واحد بيحط لي اللايك. اللي وصل لغايه هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي، مع السلامه، باي باي.